شايف النواحي الفنيه في البطوله الاخيره اللي هي بطوله قناه السويس الجديده او بطوله الجمهوريه للمصارعه، قيمها لنا بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا برحب بحضراتكم. طبعا انت عندك في الاستوديو النهارده اثنين من اهم الناس موجودين في مجال المصارعه. كابتن بلبل النحاس طبعا بيمثل خبره كبيره جدا جدا في مجال المصارعه ومجال الاداري بشكل كبير. بيجمع جنبه الكابتن محمود السيد اللي هو يعتبر احد اهم القيادات الشابه اللي موجوده دلوقتي. احنا بنعدهم ان شاء الله في الفتره القادمه ان هم يتولوا مناصب ان شاء الله في الاتحاد السياسي، اتحاد المصارعه، او على مستوى وزاره الشباب والرياضه ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للبطوله طبعا انا قبل ما اخش في البطوله نفسها من الناحيه الفنيه انا بشكر منطقه اسماعيليه للمصارعه على راسها كابتن بلبل النحاس والدينامو كابتن محمود السيد وجميع اعضاء منطقه الاسماعيليه للمصارعه على التنظيم الرائع اللي هم قاموا بيه، والبطوله اللي خاليه تماما من العيوب ما شاء الله. يعني استطيع ان هم في الفترات القادمه نعمل بطولات دوليه ان شاء الله في منطقه الاسماعيليه ان شاء الله. تحت قياده طبعا راضي عن اداء الولاد الصغيرين؟ الحقيقه بطوله من افضل البطولات اللي تم تنفيذها في الفتره الاخيره من الثلاث سنين اللي احنا قعدنا فيهم في المجلس الحالي. دي افضل بطوله من الناحيه الفنيه اتلعبت ما شاء الله. طيب. الولاد مستوى فني عالي جدا جدا جدا، حاجه مشرفه يعني. ان شاء الله بيبقوا نواه لجيل جديد المنتخبات القوميه ان شاء الله. دكتور نبيل، كلمني عن خطتكم للنهوض بهذه اللعبة ونشر هذه اللعبة، لعبة المصارعة، خلال الفترة المقبلة. والله حضرتك احنا شغالين في خطين متوازيين. احنا شغالين دلوقتي مع الفريق الكبير اللي بنعده لدورة الألعاب الأولمبية سواء ريو دي جانيرو أو طوكيو، وشغالين في نفس التوقيت على خط تاني موازي اللي هو بنعد اللعيبة لبطولة الأرجنتين ل 2018 إن شاء الله، دورة الألعاب الأولمبية للشباب. وفي نفس الوقت دلوقتي بنعمل مشروع قومي للناشئين والمشروع قومي للواعدين، وهو شغالين فيه بقى لنا 3 سنين وافرز ابطال افريقيا ان شاء الله بمستويات عاليه جدا. في نفس الوقت احنا عندنا مدرسه موهوبين، كان عندنا مدرسه موهوبين في اسماعيليه، ودي كان الحقيقه يعني حصل صدمه كبيره جدا على المستوى الشخصي ليا، لان كانت مدرسه هايله جدا، نتائج غير عاديه غير متوقعه. لما يجي في اقل من 3 سنين يتعمل 10 ميداليات في بطولات افريقيا، 10 ميداليات ذهب في بطولات افريقيا، ولو كان سمحت الظروف للولاد ان هم يلعبوا في بطوله العالم كانوا قدروا يحققوا ميداليات في بطوله العالم والمحافل الدوليه. وطبعا ما اعرفش طبعا ده قرار المدرسه دي. حضرتك بتتكلم عن اغلاق مدرسه الموهوبين رياضيا بالاسماعيليه. كانت حاجه مؤسفه جدا. انا سمعت هذا الموضوع وشعرت بالحزن، لان المدرسه دي طلعت اولاد كويسين قوي يعني. يا فندم بقول لحضرتك ان 10 ميداليات ذهب في بطوله افريقيا في خلال سنتين سواء في تشاد او في هنا في اسكندريه، 10 ميداليات ذهب في اقل من 3 سنين تحت القياده الفنيه لكابتن محمود السيد والدكتور احمد السيد. دي كانت مفاجاه كبيره الحقيقه، يعني في اقل من 3 سنين من الصفر تعمل 10 ميداليات ذهب في بطوله افريقيا، دي حاجه كبيره قوي. طبعا انا هتكلم عن المصارعه، طبعا ما اعرفش الالعاب الثانيه وضعها ايه في مدرسه اسماعيليه الموهوبين، ولكن انا اعتقد ان يجب ان الدوله تراجع قرار الغاء المدرسه دي. يجب ان الدوله تراجعه مره ثانيه للاستفاده الكبيره قوي من الولاد دول في المدرسه دي تحت القياده دي، وخاصه ان المدرسه الامكانيات فيها ما كانتش كبيره قوي، ولكن كان في تفاني من 2 مدربين من المدربين الشبان الهايلين جدا 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 جدا، ويعملوا نتائج ديت حاجه بصراحه يعني. هو انا ليا كلمه في هذا الصدد، ان احنا المفروض بننفذ خطط دوله. ما يعني مش بنقول خطه وزير مشي خلاص نقفل المدرسه المدرسه دي عشان تتعمل ونجيب مدربين ونوجد مكان ونطلع ولاد نرعاهم، بتاخد وقت طويل جدا. فما يجيش وزير ينشئ مدرسه للموهوبين رياضيا ووزير اخر يقوم بالغائها لاسباب لا يعلمها الا الله. محمد خلينا نكون منصفين، يعني الباشمهندس خالد عبد العزيز الحقيقه طبعا ما اعرفش القرار ده اتخذ ازاي، ولكن الحقيقه الراجل ده فعلا رياضي من الطراز الاول، بيحب الرياضه بشكل كبير جدا، بيصرف فلوس الوزاره كلها على الرياضه. مش يعني معظم الفلوس كان قبل كده الوزاره السابقه بتصرف معظم الميزانيه 70% فما فوق على الشباب. النهارده بيبقى نسبه كبيره قوي من الدخل على الشباب وعلى سفريات وعلى حفلات وعلى حاجات مالهاش علاقه بالرياضه. لا الحقيقه يا باشمهندس انا بتكلم سابقا. لا انا بتكلم
حاليا دلوقتي خالد عبد العزيز والدكتور اشرف صبحي الحقيقه مهتمين بشكل كبير جدا، ولكن انا بالرياضه انا مش عارف الحقيقه جت فكره الغاء موضوع المدرسه، انا ما اعرفش جت ازاي او ايه ملابساتها. ولا طبعا ارجو من المسؤولين ان هم يراجعوا تاني، ان هم يرجعوا المصارعه مره ثانيه لمدرسه الاسماعيليه، ان كان حتى يعني نرجع المصارعه بس، مش مهم الالعاب الثانيه، ماليش علاقه بالالعاب الثانيه، لكن انا لمسه بايدي وانا عارفه تحت القياده الفنيه ليا، انا رئيس اللجنه الفنيه تمام، وعارف. وبعدين انا في مشروع قومي للناشئين والواعدين اللي بنصدر للمدارس الموهوبين في تكامل بشكل كبير، فالمفروض النهارده احنا بنسعى للتكامل، بنسعى ان نطلع لقدام. طيب دوركم ايه انتوا كاتحاد؟ يعني المفروض تطالبوا تقولوا ان المدرسه دي طلعت لنا ابطال وجابت لنا ميداليات، يعني المفروض تخاطبوهم انتوا كجهه رسميه، بتقول ان في انجازات لهذه المدرسه، مدرسه الموهوبين بالاسماعيليه، فبالتالي ممكن انهم يرجعوا في القرار على ما اعتقد. يعني انا برضو لغايه اللحظه اللي بكلم معاليك فيها دي انا ما اعرفش الملابسات القصه ايه، ولكن انا ان شاء الله في القريب ان شاء الله هكون في اجتماع في الوزاره، فان شاء الله هيتم مناقشه الموضوع، افهم بس القصه ايه، يعني الموضوع ايه، ونقدر نعمل ايه في اتحاد المصارعه، وايه الاخطاء او ايه الملابسات او ايه المشاكل اللي كانت موجوده، ونقدر نحلها بالمساعده مع الوزاره ان شاء الله. يعني هقول لك بقى سؤال كرئيس للجنه الفنيه، هل في دورات للحكام، دورات للمدربين بتقام من وقت الى اخر لرفع مستوى اللعبه؟ هو فعلا الحقيقه موجوده فعلا. احنا دلوقتي كان الشهر اللي فات في 30/8 يوم 30/8 كان في منطقه اسكندريه معموله للحكام والمدربين، كان تحت قياده الكابتن ابراهيم عادل الحكم الاولمبي وعضو مجلس الاداره، وكان بيتم فيها شرح القوانين الجديده والتعديلات الجديده الاخيره في المصارعه. وان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله هيكون في اسماعيليه عندكم ان شاء الله دوره تدريبيه على اعلى مستوى لمدربي المشروع القومي للناشئين، وان شاء الله دي هتكون على مدار 4 ايام من يوم 3/11 ليوم 7/11 ان شاء الله، وهتحتضنها مدينه اسماعيليه اللي معودانا دايما على الانجازات الكبيره قوي في المجال الرياضي وفي المجال الاداري وهكذا. فان شاء الله دي هتبقى دوره هتبقى لها حيز كبير جدا من الاهتمام، وهيفتتحها الدكتور اشرف صبحي نائب الوزير، وهتكون ان شاء الله فيها محاضرات مهمه قوي ومثمره جدا ان شاء الله، ودي هتبقى نواه للمدربين مصر ان شاء الله الموجود بيهم ان شاء الله بشكل كبير، ودي طبعا هتبقى من وقت لاخر هيتم ان شاء الله، وده عاده بيبقى عندكم في اسماعيليه ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا سمعت من ضيوفنا ان الميزانيات متدنيه جدا، يعني ميزانيه المنطقه لا تتعدى 6000 جنيه، هيعملوا بيها بطولات ولا هيعملوا بيها معسكرات ولا هيعملوا ايه؟ يعني ازاي نحل بقى هذه المشكله بالنسبه للمناطق علشان نرفع مستوى اللعبه؟ انا بتكلم على كل المناطق على مستوى الجمهوريه. حضرتك لما نيجي نمسك القصه لازم امسك الموضوع من الاساس، مش هتكلم انا في الفروع واسيب الاصل. الاصل هو ايه يا فندم؟ الاصل ان هو ميزانيه الاتحاد اللي هو احنا الاتحاد بيعان من خلال من وزاره الشباب والرياضه، تمام؟ فالفلوس اللي بتيجي للاتحاد كاعانه للمناطق بيبقى مبلغ مش كبير. هبص للوزاره نفسها هلاقي ان الفلوس اللي موجوده في الوزاره نسبه الفلوس اللي بتروح للاتحادات مش كبيره، تمام؟ هنرجع تانينا ماشيين ورا القصه هنروح للموازنه العامه للدوله اللي وزاره الشباب والرياضه بيبقى موجود بيتوفر لها مبالغ معينه قليله جدا، فمفترض ان احنا النهارده علشان ننهض بالرياضه بشكل كبير عشان نوصل للعالميه وننافس على العالميه ونجيب ميداليات نحقق ميداليات اولمبيه، يبقى لازم الموازنه العامه للدوله اللي بيحط الموازنه العامه للدوله لازم يحط في ميزانيه الشباب والرياضه مبالغ اكبر بكتير جدا من فئه من المبالغ مش كبيره الحقيقه، والوزاره بتدي اقصى ما عندها وللاتحادات، واتحاد المصارعه بدوره بيدي للمناطق اقصى ما عنده. واخد حضرتك؟ فالفكره كلها انت في الاتحاد الفلوس اللي بتجي لك دي بتعد منتخبات، بتعد فرق، بتعد حكام، بتعد اداريين، بتدي المناطق، والاتحاد معذور والمناطق معذوره والوزاره معذوره. فالفكره كلها في النهايه ان احنا لازم نوصل للمنبع اللي هو الموازنه العامه للدوله، لازم يبقى يعاد صياغتها مره ثانيه. طيب كابتن بلبل عايز يمسي عليك يا دكتور نبيل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. ربنا يعزك. هو انت كلام معاليك صح
بس احنا برضه المفروض برضه الدوله تبص يعني الحمد لله رب العالمين الالعاب الفرديه هي اللي بتجيب ميداليات. المفروض ده تمام. الدوله تبص للكلام دوت وتدعم الكلام دوت يعني وبعدين احنا الحمد لله دخلنا في مصر الجديده، يعني ثوره اجت جديده، تمام. وبدل ما الولاد عهد جديد تماما يعني. في عهد جديد، بدل ما الولاد يلعبوا بالبلوتوف والكلام اللي بيحصل ده، يعني نلهي نشجع الشباب الرياضة. ده في الرياضه يعني. يطلعوا الطاقة اللي جواهم في لعبة رياضية ايا كانت على اللعبة فكره الرياضية. اقول لحضرتك اتفضل. حاجه يا كابتن بلبل، اتفضل. على فكره الحل الوحيد الاوحد المناسب المثالي لخروج مصر من عنق الزجاجه اللي هي موضوع الانفلات وطاقات الشباب اللي هي قد احيانا توجه بشكل خطا هي الرياضه. فالرياضه يجب انها تكون هي المتنفس الصحيح الوحيد المفيد للشباب. وفعلا حضرتك فعلا علشان مصر نوصل بيها لبر الامان، الشباب دول لازم يعبروا بشكل مضبوط عن انفعالاتهم الداخليه وما الى ذلك بشكل ايجابي. فالرياضه هي فعلا هي المسار الصحيح عشان نوصل لده. يعني نتمنى يا رب انهم يرفعوا ميزانيات الاتحادات والمناطق وخلافه. شكرا. حضرتك هنمشي الخط برضه زي ما بقول لحضرتك كده. آه. الوزاره معانه من الدوله من خلال الموازنه العامه للدوله، فلو اترفع الموازنه العامه عطت الوزاره وزاره الشباب والرياضه مبالغ اكبر، هتدي الاتحاد مبلغ اكبر، هيدي المناطق بدورها مبالغ اكبر ان شاء الله. يعني زي ما بيقولوا جبتك يا عبد المعين تعني لقيتك عايز تتعاني. احنا كلنا معانين على فكره حضرتك. فعلا احنا الرياضه في مصر مش احتراف، مش رياضه احترافيه، ولكن اعانه. احنا ماشيين على الاعانات. حضرتك فهي دي مشكلتنا في مصر. وعلى فكره لما اروح في بطولات العالم واجيب ميداليات، واروح في الاولمبياد واجيب ميداليات، ونكتسح افريقيا والبحر الابيض والعرب وبتاع ده، حضرتك يعني بجد مجهود فردي. في امريكا بتعمل 10 مليون دولار، احنا بنجيب ميداليات هنا الحمد لله. يعني الولايات المتحدة الأمريكية حسب معلوماتي أنها الرياضة بتدر دخل على الميزانية بتاعة الدولة، وحتى في دولة زي البرازيل، يعني مش هنقول دولة عظمى، أيضا الرياضة بتدر لها دخل، لكن طبعا في نسب متفاوتة. إمتى يا رب ممكن نوصل إلى هذه المنظومة اللي الرياضة فيها تدخل لنا دخل جميع الرياضات سواء كرة القدم أو المصارعة أو خلافه؟ هنوصل لده حضرتك إذا طبقنا الفكر الاحترافي وليس المنطق الاحترافي. تمام؟ الفكر الاحترافي إن أنا أدير باحترافية. أدير الرياضة في مصر باحترافية. تمام؟ وفكرة الإعانات دي نطلع بره عباية الإعانات بتاعت الدولة، لأن لما الدولة بتعين على فكرة احنا عندنا مشكلة في تدخل كبير قوي. يمكن فرصة ان احنا بنتكلم في القصه دي. هو النهارده ان المنطق الشرف الاولمبي بيقول ان ممنوع تدخل حكومي في شؤون الرياضه، ده منطق الشرف الاولمبي الدولي. تمام؟ اللجنه الاولمبيه الدوليه. في نفس الوقت ازاي الدوله ما تتدخلش وهي اللي بتعين الاتحادات؟ تمام؟ يبقى النهارده الدوله لو قال لك رفعت ايدها على الاتحادات مفيش فلوس تصرف على المناطق، والمناطق لما ترفع مفيش فلوس يبقى مش هتصرف على اللعيبه. اذا الدوله احنا عندنا اختلاط في الكلام. احنا النهارده بنقول شعارات وفي نفس الوقت ما بنطبقش، ماشيين بشكل مش مظبوط. النهارده لو انا قلت ممنوع تدخل حكومي في شؤون الرياضه، يبقى وزاره الرياضه بتشيل ايدها واللجنه احنا عايزين مسؤول يفكر يعني خارج الصندوق، مش بالشكل التقليدي. عايزين تحصل عمليه الفطام دي تحصل بشكل او باخر. ازاي تحصل دون ان يحصل دروب او تحصل انتكاسه في الرياضه؟ محتاجين حد جريء جدا حتى ياخذ هذا القرار. احب اقول لحضرتك اتفضل. معلومه صغيره. لازم ناخد بالنا كويس قوي. لو الهرم مقلوب وحبينا نعدله لازم نمر بمرحله اهتزاز كبيره جدا بشكل كبير. لازم نعالج القصه بهدوء، ومش من يوم وليله نقول مش معانا عصا موسى ان انا هضرب البحر هيتشق. لا خالص. القصه شوف احنا قناه السويس قعدنا سنه نحفر فيها وده اذهلت العالم، ولكن قعدنا سنه نحفر وخدنا بالاسباب. لازم النهارده علشان اعمل ده لازم اخد وقتي ومرحله انتقاليه واحده ورا الثانيه، وخطوات منظمه ومدروسه بشكل كبير الى ان نصل ان شاء الله للموضوع ده. مش باليوم وليله نعمل ده، لان احنا ممكن نمر بانتكاسه كبيره قوي. شكرا للاستاذ الدكتور نبيل الشربجي رئيس اللجنه الفنيه بالاتحاد المصري